بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد وتقدر تستفيد من القناة ومن الفيديوهات اللي احنا بنعملها. كلامنا النهاردة عن ال5 جنيه. هقول لك على 5 جنيه. ال5 جنيه دي بيوصل سعرها ل5000 جنيه و6000 جنيه. ليه سعرها بيوصل ل5000 و6000؟ عشان دي نادرة ومش موجودة إلا عدد قليل منها. فممكن تكون معاك العملة دي وتقدر تبيعها بالمبلغ اللي انا بقول لك عليه ده 5000 و6000. واماكن البيع والشراء زي ما احنا قلنا قبل كده، اماكن البيع والشراء الاسواق الحرة وجروبات الفيسبوك، وهقول لك في اخر الفيديو الاماكن بالظبط. خلينا الاول في العملة اللي احنا معاها دي 5 جنيه شكل اهي، ده شكلها، ودي 5 جنيه شكل تاني. هتلاقي فيه فرق بين الشكلين، ده شكل اهو وده شكل. دي ال5 جنيه القديمة، وده 5 جنيه إصدار حديث. دي 5 جنيه المحافظ فاروق العقدة، ودي إسماعيل حسن. العملة اللي احنا بنتكلم عليها ال5 جنيه اللي احنا بنتكلم عليها شكل دي بالظبط، نفس الشكل ده بالظبط، نفس الشكل ونفس الهيئة، والظهر بتاعها نفس الظهر كده. ال5 جنيه دي بقى ايه مواصفاتها عشان توصل ل6000 و5000؟ هنا المحافظ إسماعيل حسن. إسماعيل حسن اللي سعرها غالي، المحافظ بتاعها اسمه محمد إبراهيم. توقيع المحافظ محمد إبراهيم. ادي اول شرط، ان يكون المحافظ محمد ابراهيم، المحافظ محمد ابراهيم. تاني شرط، هنا انت شايف الرقم اهو، ده رقم العملة، وده البرواز بتاع ال5 جنيه، ده البرواز، والرقم تحت البرواز. العملة اللي احنا بنتكلم عليها الرقم فوق البرواز هيبقى في المكان ده. الرقم ده هيبقى موجود، بيبقى موجود في المكان اللي فوق ده، فوق البرواز. هنا رقم البرفكس 65 او ايا كان، هيبقى رقم الديك هات اللي بتتباع غالية، رقم البريفكس بتاعها 200. يبقى الرقم كده موجود وجنبيه كاف 200. الرقم هيبقى في الحتة دي، الرقم موجود في الحتة دي، البرواز هنا فوق البرواز ده، ومكتوب جنبيه كاف 200 بدل كاف 65 دي هيبقى كاف 200. يبقى الرقم ايا كان، الرقم بقى ايا كان، يبقى الرقم وجنبيه كاف 200، الرقم وجنبيه كاف 200، والمحافظ محمد ابراهيم. دي اللي بتنباع ب6000 جنيه. لو معاك واحدة زيها هتقدر تبيعها ب6000 جنيه، بس بنفس الشروط اللي انا قلت عليها. الرقم فوق البرواز في الحتة دي، الرقم في الحتة دي وجنبيه كاف 200، كاف 200، والمحافظ محمد ابراهيم. دي سعرها بيوصل ل6000. لو معاك دي هتقدر تبيعها بالمبلغ اللي بقول لك عليه. اماكن البيع بقى والشراء، سوق ديانة، وده رقم واحد في سوق لبيع العملات القديمة. سوق ديانة ده رقم واحد لبيع العملات القديمة في مصر. سوق ديانة بيبقى موجود، السوق ده بيبقى كل يوم سبت من 9 صباحا ل9 مساء، كل يوم سبت من 9 صباحا ل9 مساء. وده فيه أكبر خبراء لبيع العملات القديمة. تقدر تبيع عملتك هناك، بس المهم تكون العملة حاجة نادرة، مش أي حاجة بتتباع، مش أي حاجة بتتباع في السوق. يكون معاك حاجة نادرة تقدر تروح بها السوق ده. ما معاكش حاجة نادرة وحاجة مش مطلوبة، ما تروحش السوق. الحاجات النادرة اتكلمنا عليها في الفيديوهات قبل كده، وكل حاجة، كل الفيديوهات موجودة على القناة عن النوادر بتاع العملات. نوادر العملات موجودة في الفيديوهات على القناة. تقدر تتابع الفيديوهات وتعرف ايه النادر، عشان لو حبيت تبيع اي حاجة تبيعها في السوق او جروبات الفيسبوك، او جروبات الفيسبوك. شوف المكان اللي يناسبك وبيع وبيع فيه. بس المهم والشرط انك تكون معاك حاجة نادرة، حاجة نادرة، مش اي حاجة بتتباع. اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.